اضطر 4 أطفال من نفس العيلة إنهم يغادروا بلدهم بسبب قصف الحرب العالمية التانية، لكن وهما بيلعبوا لعبة استغماية بتلاقي لوسي أصغر أفراد العائلة دولاب كبير بتستخبى فيه، ومن هنا القصة بتبتدي وبتلاقي مكان اسمه نارينيا، لكن بيدخلوا الأربع أطفال للدولاب وبيقاتلوا الذئاب وبيلاقوا حيوانات بتتكلم وبيقابلوا الساحرة البيضة الشريرة وبيكون في أسد رائع اسمه أسلان. هل كده ده نهاية الفيلم؟ بيبدأ الفيلم وقت ضرب القوات الألمانية الجوية لبريطانيا، وبسبب القصف والتخريب اللي بيحصل لبيوت الاهالي بيكونوا هم الضحايا، وبيكون في اسره متكونه من 5 افراد، واي قصف بيحصل قريب من بيتهم بتكون الام خايفه على اولادها وبيستخبوا في اقرب مكان ليهم، لكن الابن الثالث ادمن مش بيرضى يستخبى من غير ما ياخد صوره ابوه المتوفي في الحرب، وبيجري وراه بسرعه كبيره علشان ياخده بالعافيه من بيته، وبيروحوا لاخواتهم سوزان ولوسي وبيفضلوا مستخبيين لحد ما القصف بينتهي، لكن بتلجأ مامتهم انها تبعتهم يعيشوا في بيت بعيد عن مسار القصف، وبيكون الاستاذ كريك صاحب البيت متطوع لمساعدتهم واستقبالهم. وبعد ما بيسافروا لمكان البيت بيلاقوا كبيرة الخدم السيدة مكريدي اللي بتقول لهم قوانين البيت اللي يمشوا عليه، وانهم لازم يكونوا هاديين ومفيش جري في البيت وممنوع لمس التماثيل التاريخية، لكن الاهم من كده ان محدش يزعج الاستاذ كريك صاحب البيت. وبيجي الليل وبيحاولوا كلهم انهم يطمنوا لوسي اختهم الصغيرة ان مامتهم بخير وان مفيش حاجة هتحصل لها، وبتعرض لوسي عليهم انهم يلعبوا استغماية هما الاربعة، وبيكون الدور على بيتر انه يعد لحد 100 علشان كلهم يستخبوا، وبتفضل لوسي تدور على مكان تستخبى فيه في كل البيت لحد ما بتدخل اوضه فاضيه ما فيهاش الا دولاب صغير، وبتقرر انها تستخبى فيه جوه الدولاب بوسط الهدوم، لكن بتدخل الدولاب وبتفضل ترجع ورا بين الهدوم لحد ما بتلاقي ان في مكان كبير وراها والتلج مغطي كل الاشجار الموجوده حواليها، لكن بتلاقي نفسها بعدت عن مدخل الدولاب لحد ما بتلاقي عمود نور منور قدامها وبتقف تحته، وبتسمع صوت حد بيتحرك حواليها، وبتتفاجئ بشخص غريب قدامها، واول ما بيشوفوا بعض بيصرخوا وبيستخبوا من بعض، لكن بتحاول لوسي انها تقرب منه علشان تطمنه، وبتلاقي الشخص اللي قدامها نص جسمه انسان ونص حيوان، وبيقدم لها نفسه ان اسمه تونس وانه من مدينة نارنيا، وبيقول لها ان نارنيا دي هي كل المكان من اول العمود اللي قدامها لحد القلعة، وبتستغرب لوسي ان كل المكان ده موجود في الدولاب، وبيعرض عليها تونس انها تيجي معاه في بيته ويعزمها على شاي سخن في الجو التلج ده، وبتروح معاه بيته وبتقول له ان الشتاء جميل في نارنيا وان الجميل يبقى الجو تلج عشان يبقوا يحتفلوا دايما بالكريسماس، لكن تونس بيقول لها ان مفيش اعياد من اخر 100 سنه فاتت وممنوع نهائيا الاحتفالات، وبيديها شاي تشربه ويفضل يعزف لها، لكن بتنام وبتصحى على صوت عياط تونس، وبيقول لها انه شخص وحش لانه خاطفها حسب اوامر الملكه البيضاء، وانه مش عايز يخطفها لانها اول صديقه ليه، وعلشان كده قرر انه يسيبها تمشي، وبياخدها تونس وبيرجعها تاني للمكان العمود اللي قابلها عنده، وبترجع تاني من خلال البوابه اللي في الدولاب، وبتدخل البيت وبتفضل تقول لهم انها رجعت اخيرا وبتتاسف لهم انها اتاخرت عليهم، لكن كل الوقت ده بيكون بيتر اصلا لسه ما كملش العد لحد 100 في لعبه الاستغمايه بتاعتهم، لكن بيبان ان حساب الزمن مختلف ما بين العالم الحقيقي وعالم نارنيا، وبتجمعهم لوسي وبتحكي لهم على اللي حصل وانها قابلت واحد اسمه تونس، فبتروح سوزان عشان تتاكد من كلامها، لكن بتلاقي ان الدولاب ما فيهوش حاجه وكل اللي لوسي قالته كان اوهام، وبيجي الليل وما بتقدرش تنام بسبب انها واثقه في اللي شافته، وبتقوم تتسحب على مكان الأوضة وبيشوفها إدموند وهي رايحة ناحية الدولاب وبتدخله، وبيدخل وراها لحد ما بيلاقي عالم كامل في الدولاب زي ما لوسي كانت بتقول لهم، وبيفضل ينادي ويدور عليها لحد ما بيلاقي إن في عربية حصنة كانت هتدوس عليه، وبينزل السواق علشان يقتله لأن ممنوع حد من شعب نارنيا يقف قدام عربية الملكة البيضاء في طريقها، وقبل ما يذبحوا لكن بتؤمر الملكة البيضاء سواقها إنه يسيب إدموند، وبتسأله هو إزاي دخل مملكتها، وبيقول لها إنه كان ماشي ورا أخته لوسي وانها جات المكان ده قبل كده لواحد اسمه تونس، وانها حكت كل اللي عملته محدش صدقها، وبتطلب منه الملكه انه يركب معاها عربيتها لان شكله بردان، وبيحكي لها عن اخته لوسي وبيقول لها ان ليه 3 اخوات وجي هنا علشان هو كان ماشي ورا اخته، وبتطلع الملكه من معاها ازازه صغيره وبترمي نقطه منها على الارض، وبيظهر كاس فيه مشروب سخن لإدموند وبعدها طبق حلويات، وبتعرض عليه انه يجي اسرها هو واخواته لانها ملهاش ابناء، وبتفكر انها تخليه يعيش معاها وتخليه ملك نارنيا كلها وهتخلي اخواته كلهم خدم عنده، وبيوافق إدموند انه يحاول يجيب كل اخواته نارنيا، وبينزل من العربيه وبتودعه الملكه، وبيلاقي ان لوسي جات له وهي فرحانه لان هو كمان صدق قصتها، وبيرجعوا سوا للبيت من خلال الدولاب، وبتجري لوسي ورا بيتر علشان تشرح له وتحكي له كل اللي عملته، وبيلاقوا ان إدموند كمان جه معاها، وبيسالوا بيتر ان كلام لوسي حقيقي، لكن إدموند بينكر انه كان معاها وبيخليها تعيط، وبتطلع من الاوضه وهي زعلانه لحد
ما بتخبط في الاستاذ كريك صاحب البيت وبتفضل حاضنه فيه، وبعد ما بيهديها بياخد بيتر وسوزان علشان يقولهم ان لوسي احسن من كده وانهم يصدقوا كل كلامها مهما كان. لكن بيتر بيحكي له قصه العالم اللي في الدولاب، لكن بيستغرب كريك صاحب البيت لما بيسمع قصتها وبيقول لهم ان مهما كان قصتها يصدقوها لانهم عيله واحده. وبيجي تاني يوم وبيكونوا كلهم بيلعبوا بالكره في الجنينه لحد ما بيضربها ادموند جامد، لكن بتكسر ازاز اوضه في القصر، وبيجري كلهم على الاوضه وبيلاقوا تمثال واقع قدامهم، وبيسمعوا ان ماكريدي جاي عليهم فبيهربوا بره الاوضه وبيقرروا انهم يستخبوا قبل ما ماكريدي تشوفهم، وبيدخلوا جوه الدولاب اللي فيها نارنيا وبيفضلوا يرجعوا ورا لحد ما بيلاقوا عالم كامل قدامهم. وبيتأسف بيتر ولوسي انهم ما صدقوهاش، ولان الجو بيكون تلج بياخدوا جواكت من الدولاب وبتاخدهم لوسي علشان تعرفهم على تونوس صديقها، لكن بتلاقي ان باب بيته مكسور وبتجري عليه، وبتلاقي بيته متكسر وتونوس مختفي، وبيلاقي منشور في بيته بيتم اتهامه بالخيانه العظمى انه خالف تعليمات الملكه البيضاء واتعامل مع البشر. لكن بيسمعوا صوت بره البيت وحاسين ان في حد بيتحرك حواليهم، وبيطلع حيوان اسمه الكوندوس، وفجاه بيلاقوا الحيوان قادر يتكلم طبيعي معاهم، وبيقولهم ان تونوس اتقبض عليه، وبيطلب منهم انهم يروحوا لحد بيته، وبيقولهم ان الامل الوحيد انهم ينقذوا تونوس من ايد الملكه البيضاء وانه الاسد اسلن ملك الغابه الحقيقي، وانه كان مختفي بقاله فتره كبيره لكنه رجع اخيرا. لكن بيستغربوا ازاي هو عارفهم، وبيحكي لهم بيفر الكوندوس ان النبوءه بتقول ان في ابطال من البشر هيظهروا في ارض نارنيا وهيحرروها من ايد الملكه البيضاء ويرجعوا السلام لنارنيا من جديد. لكن بيتر بيقول لهم انهم مش ابطال وبيشكروا على ضيافته، وبيقرروا انهم يرجعوا تاني، لكنهم ما بيلاقوش ادموند معاهم لانه بيكون اتحرك على قصر الملكه زي ما هي قالت له. لكن بيحاولوا كلهم يروحوا ناحيه القصر علشان ياخدوه، لكن بيفر بيقول لهم ان القصر خطر وادموند هو الطعم علشان يتقبض عليهم كلهم، وبالتالي تقدر الملكه انها تمنع النبوه انها تحصل. وبيقول لهم بيفر ان اسلان هو الحل الوحيد ليهم علشان ينقذوا اخوهم من ايد الملكه، وبيتحركوا كلهم على مكان ازلان، وبيظهر ادموند وهو داخل القصر، وبيشوفوا تماثيل كتير من الحجر حواليه في مدخل القصر لحد ما بيلاقي ذئب بيهجم عليه وبيتكلم وبيأمره انه ما يتحركش، لكن بيقول له ادموند انه بشري وجاي على حسب كلام الملكه، وبيسمح له الذئب انه يقابل الملكه. لكن الملكه بتزعله اول ما بتشوفه لانها قالت له يبقى يجيب اخواته المره الجايه، وبيقول لها انه قدر يجيبهم نارنيا وقاعدين دلوقتي في بيت بيفر. وبتهدى الملكه شويه وبتأمر كل الذئاب اللي موجوده في قصرها انهم يروحوا يهجموا على بيت بيفر، وبيجروا كلهم على بيته لكن ما بيلاقوش حد في البيت لان بيفر بيكون هرب بيتر واخواته من خلال نفق هو عامله لحد ما بيخرجهم بعيد عن البيت. وبيلاقي ثعلب قدامهم وبيقول لهم انه هيساعدهم يفلتوا من الذئاب، وبيخليهم يستخبوا على شجره عاليه، وبيتكلم الثعلب مع الذئاب وبيقول لهم ان البشر اتحركوا ناحيه الشمال، لكن بينجح انهم يبعدهم عن المكان. وبيكون الثعلب من ضمن الجيش اللي بيحضروا ازلان، وهو كمان مؤمن ان النبوة قربت تتحقق. وبيقول لهم بيتر ان كل اللي هو عايزه انقاذ اخوه من عند الملك. بيكون ادموند في زنزانه في قصرها جنب زنزانه تونوس، وبتدخل الملكه عليهم وهي متضايقه علشان هي ما قدرتش تقبض على اخوات ادموند، وبتأمر خادمها انه يطلع تونوس بره الزنزانه عشان ترعب بيه ادموند، وبتقرر انها تستخدم ادموند كطعم علشان تقبض على اخواته. لكن بيطلع ادموند من الزنزانه بيلاقي ان تونوس اتحول حجر، وبيفهم ان كل التماثيل اللي موجوده في مدخل القصر كانوا احياء قبل ما الملكه تحولهم لحجر زي تونوس. وبيكون بيتر واخواته في طريقهم ناحيه اسلم، وبيعدوا على نهر متجمد، وبيلاقوا ان في عربيه جايه من بعيد وبيفتكروا ان هي الملكه، لكن بيهربوا منها لحد ما بيستخبوا. لكن بيطلع ديفر علشان يطمن ان الملكه مشيت، لكنه بيلاقي ان اللي كان بيمشي وراهم هو سانت كروز وجاي علشان يديهم هدايا تساعدهم في حرب ضد الملكه، وانه ظهر من جديد لانه ظهورهم ادى امل جديد لنارنيا انها تتحرر من شر الملكه. وبيدي لوسي عصير النار وبيقول لها انه بيشفي اي الم، وبيدي لسوزي اسهم وقوس علشان تستخدمه في الحرب، ومعاهم بوك ابيض، وبيقول لها ان وقت ما تحتاج المساعده تنفخ فيه. وبيطلع سيف كبير ودرع علشان بيتر، وبيقول له انه هيساعده في الفوز في الحرب، وبيودعهم وبيقول لهم انه يتمنى يشوفهم تاني. وبيكملوا طريقهم ناحيه اسلن، وبيلاقوا ان الجليد اللي على النهر بدا يتفكك، ولو فك مش هيقدروا يكملوا طريقهم، لكن بيحاولوا يعدوا بسرعه. لكن بتكون الذئاب بتظهر حواليهم وبيحوطوهم على جليد النهر، وبيهددوهم انهم يرجعوا بيتهم وما يستمروش في نارنيا حسب اوامر الملكه ليهم. وبيشوف بيتر ان السد اللي وراه قرب ينهار والميه هتغرقهم، وبيغرز السيف في قطعه الجليد اللي واقف عليها وبيمسكوا في السيف جامد، وبينهار السد وكل اللي موجودين وبيغرقوا ما عدا بيتر واخواته لانهم بيكونوا ماسكين في سيفه لحد ما بيقدروا انهم يوصلوا على الارض. وبيكون ذوبان التلج
التلج ده من علامات النبوءة وان عهد الملكة قرب ينتهي. وبتوصل الملكة مكان ما السد انهار، وبيكونوا الذئاب جابوا الثعلب اللي وجههم غلط، وبتقول الملكة عليه انه خاين، وقبل ما تحاول تقتله بيحاول ادموند انه يدافع عنه، وبيقول لها ان اسلم بيكون جيش علشان يهجم عليهم. وبتعرف الملكة خطة اسلم، وبتقرر هي كمان تبني جيش خاص بيها، وبتقتل الثعلب قدام ادموند عشان تخوفه وتخليه ما يفكرش يخونها. وبيكون بيفر وبيتر وصلوا المكان بناء جيش اسلم، وبيلاقوا ان الجيش كله مبسوط بوصولهم لحد ما بيوصلوا لخيمة اسلم، وبيكون اسلم عبارة عن اسد ضخم وبيرحب بيهم وبيسألهم عن اخوهم الرابع، وبيحكي له بيتر اللي حصل، وبيشرح له بيفر ان ادموند خانهم وراح للملكة، وبيشرح اسلم ان نارنيا مملكة من 4 قروش، وان هو واخواته هم اللي هيحكموا نارنيا بعد هزيمة الملكة البيضاء. وبيسمعوا بوك سوزان وبيعرفوا ان سوزان في خطر، وفعلا بتكون مستخبية هي ولوسي فوق الشجرة من الذئاب اللي بيحاولوا يقتلوها، لحد ما اسلم وبيتر بيوصلوا لهم، وبيقدر بيتر انه يقتل واحد فيهم وبيوصل لاخواته، وبيسيب اسلم اخر ذئب علشان يطاردوه ويعرفوا طريق الملكة وادموند كمان، وبينجحوا انهم يوصلوا لمكان ادموند وبيحرروه قبل ما الملكة تجيلهم، وبياخدوا ادموند وبيرجعوا بيه لاسلم، واسلم بيتكلم معاه وبيخليه يرجع تاني لاخواته، وبيقعدوا كلهم وبيقترح عليهم بيتر انهم يرجعوا كلهم البيت ويفضل هو علشان يساعد اسلم في الفوز بالحرب. لكن ادموند بيعترض على كلامه وبيقول ان كل اللي حصل ده بسبب خيانته وانه مش هيسيبه ابدا، وبيقرروا كلهم انهم يفضلوا سوا ويساعدوا شعب نارنيا في الانتصار على الملكة البيضاء. وبتكون سوزان بتتمرن على ضرب الاسهم، وبيسمعوا خبر ان الملكة البيضاء طالبة تقابل اسلم وجاية بنفسها علشان تتكلم معاه في خيمته، لكن بيروحوا بيشوفوها وهي جايه له، لكن بتقوله ان من قوانين نارنيا ان الخاين بيتم تسليمه ليها، واللي هيتم تدمير نارنيا كلها وبيتم اعدامه، ودي قوانين ما ينفعش تتخلف ابدا. وبياخد اسلم الملكة في الخيمة بتاعته علشان يتفاوضوا بخصوص ادموند، علشان يقدر يقنعها انها تسيب ادموند معاه مقابل حاجة بيتفقوا عليها سوا من غير ما حد يعرفها. وبيجي الليل وبتحس لوسي ان اسلم رايح لمكان بالليل، وبتصحي سوزان اختها علشان يراقبوه، لكنه بياخد باله منهم وبيطلب منهم انه لازم يروح المشوار لوحده من غير ما حد ما يراقبه، وانهم لازم يثقوا فيه، لكنهم ما بيقدروش ينفذوا كلامه وبيراقبوه من بعيد. لكن بيلاقوا ان اسلم راح للساحرة وسط جيشها، وبيعاملوه معاملة سيئة وسطهم، وبيكتفوه بعد ما بيحلقوا له شعره، وبيبان ان اسلم اتفق معاه انها تاخد حياته بدل حياة ادموند. وبتتكلم الملكة مع الجيش بتاعها ان نارنيا هتبقى ملك ليهم للابد بعد موت اسلم، وبترفع ايدها لفوق بالسكينة وبتطعن اسلم وبتقتله قدام لوسي وسوزان وهم مراقبين من بعيد. وبتؤمر الملكة جنرال بتجهيز الجيش علشان يهجموا على جيش اسلم ويخلصوا عليه، وبيسيبوا اسلم ميت في مكانه، وبيستنوا لوسي وسوزان ان المكان يفضى، وبيروحوا لاسلم وهم بيعيطوا بنفسهم عشان خاطر اخوهم، وبيكونوا لازم يبلغوا بيتر وجيشه ان الملكة اعلنت الحرب عليهم، وبيقدروا انهم يبلغوهم عن طريق الاشجار اللي حواليهم، وبتخليه يجهز للحرب لان اسلم مات، وبيجهزوا الجيش علشان يتقابلوا في ارض الحرب. وبيكون جيش الملكة اكبر واقوى من جيش اسلم، وبيبدأ بيتر الحرب من خلال انه بيأمر كل الطيور بالهجوم وهم شايلين صخور كبيرة وبيرموها عليهم من فوق علشان يقتلوهم. وفي نفس الوقت بتكون سوزي ولوسي نايمين جنب اسلم وهو ميت، وبيكونوا مش عايزين يسيبوه، لكنهم بيمشوا علشان الحرب بدأت وعايزين يساعدوه. وقبل ما بيسيبوا اسلم بيلاقوا ان الصخرة اللي عليه اتكسرت وهو اختفى وظهر قدامهم من جديد وهو حي، وبيفرحوا هما الاتنين انه عايش، وبيسألوه عن التفسير اللي حصل، وبيقول لهم اصلا ان الملكة مش فاهمة معنى السحر اللي موجود في نارنيا، وان الشخص اللي بيتقتل بسبب الخيانة وهو بريء بيرجع تاني للحياة علشان هو مظلوم، ودي حاجة هي ما كانتش تعرفها. وبتقول له لوسي ان الحرب بدأت وكل الجيش فاكرين انه مات، وبيقول لها اسلا انهم هينضموا للحرب لكن مش لوحدهم، وبيكون اسلا عنده خطة ناوي ينفذها، وبيتحركوا كلهم على قصر الملكة، وبيقدر انه يحرر اي حد متحول لحجارة علشان يساعدوه في الحرب ومنهم تونس. وبيكون جيش الملكة اقوى بكتير، وبيبدأ انه ينتصر على بيتر واللي معاه، وبتكون الملكة رايحة ناحية بيتر علشان تقتله، لكن ادموند بيهجم عليها وبيقدر انه يكسر العصاية اللي بتحول بيها الاشخاص لحجارة، لكن بعد ما العصاية بتتكسر بتطعن ادموند وبيقع في الارض قدام بيتر، وبيحاول بيتر انه يهاجم الملكة لكنه ما بيقدرش انه يصيبها، وبيظهر قدامها اسلا وكل الجيش اللي معاه وبيهجموا على الجيش بتاعها، وبيبدأ جيش اسلا هو اللي يكسب. وقبل ما الملكة تقتل بيتر بيهجم عليها اسلا وبيقتلها وبيكسبوا الحرب، وبيجري كلهم على ادموند قبل ما يموت، وبتستخدم لوسي الدواء اللي معاها علشان تشفيه، وبتبدأ انها تشفي كل واحد في الجيش علشان تنقذه قبل الموت، وبيتم القضاء نهائيا على الملكة البيضاء.
وبيتم تنصيب الاربع اخوات كملوك لمملكة نارنيا، وبيقعدوا على العروش بتاعتهم ومعاهم اسلان، وبيتم تقسيم المملكة عليهم كلهم. وبتكون لوسي الشجاعة هي ملكة البحر الشرقي، وإدموند العادل هو ملك الغابات الغربية، وسوزان بتكون هي ملكة أرض الشمس الجنوبية، والملك بيتر العظيم ملك السماء الشمالية. وكل شعب نارنيا بيقدموا تحياتهم للملوك الجداد وبيحتفلوا كلهم سوا. وبتكون لوسي شايفة إن أسلان بيبعد عن القصر، وبيقول لها تونس إنه هيرجع تاني وقت ما نارنيا تكون محتاجاله. وبتعدي السنين وبيهجروا ملوك نارنيا لحد ما بيكونوا كلهم ماشيين سوا في الغابة، بيشوفوا العمود اللي جنب الدولاب اللي دخلوا فيه من سنين. وبتروح لوسي تدور على الدولاب، وبيقدروا انهم يوصلوا للدولاب من تاني، وبيدخلوا فيه وبيقعوا كلهم على ارضية البيت، وبيلاقوا نفسهم انهم رجعوا اطفال تاني. فتح لهم استاذ كريك الباب وبيقول لهم انه كان بيدور عليهم بقاله ساعات، وبيسألهم انهم كانوا فين كل ده. وبيقول له بيتر انه لو حكاله مش هيصدقهم، فكريك بيقول له انه اكيد هيصدقه. وبيكون كريك عارف كل عالم نارنيا وانه راح له قبل كده. وفي اخر اليوم بتحاول لوسي انها ترجع لنارنيا لكنها بتفشل، وبتفضل تفتح وتقفل باب الدولاب يمكن تلاقي نارنيا ظهرت، لحد ما بيجي وراها كريك وبيقول لها ان نارنيا مش هتظهر تاني لانه حاول كتير انه يرجع لها من تاني لكنه فشل. لكن الاكيد ان نارنيا هتظهر من تاني لو هي محتاجاهم ينقذوها لانهم ملوك نارنيا. لحد هنا فيلمنا خلص، يا ريت تدعمونا بلايك واشتراك.